عام قادم مع هذا المشروع قانون الماليه راكم باغيين تقضيو وتقتلوا المجتمع كله. العدس السيده الوزيره كان يضرب به المثل على انه وجبه الفقراء. واش عارفه السيده الوزيره شحال اليوم الثمن العدس الكيلو؟ 32 درهم الكيلو. البطاطا 12 درهم، الدجاج 25 درهم الكيلو. ما بغيناش الحكومه تعطي المواطن 500 درهم بالمية وتديلو 2000 للصغير. حاليا الناس ضايخه بهذا المؤشر ديال السجل الموحد. خاصنا اولا بعدا نعرفوا شنو هو الفقر في بلادنا. واش الانسان اللي كيصور 20 درهم في النهار هو الفقير؟ واش اللي كيدخل 3000 درهم وكاري ب 2000 درهم وكيصرف 1000 درهم هو الفقير، اولا نحسبوه مع الطبقه المتوسطه؟ مساله اخرى، الناس فاش كتمشي تسجل في هذا السجل الموحد كيقولوا لهم في المقاطعات بان خص يكونوا 4 في الدار باش يكون المؤشر مزيان. السيده الوزيره، المراه المطلقه اولا الهجاله ولا الارمله اللي ما عندهاش دراري وساكنه بوحدها، الدار اللي فيها 2 و3 ديال الناس، واش ما غيستافدوش من هذا الدعم؟ منين غادي يجيبوا هذا الشخص الرابع؟ خاص كل حاله تدرس على حده باش يمكن كل شيء يستافد وما يتقصاش.